من أوحش الشخصيات وأصعبهم في التعامل معايا هي الشخصية اللي ما بيتكلمش كتير. يعني برغم إن أنا في مجال التيتشنج والتريننج والاستشارات، وطبعا بتعامل مع ناس وشخصيات مختلفة سواء في مجال التدريس أو التدريب الإداري أو في الاستشارات الإدارية. كل الشخصيات عادي بتعامل معاها وبيبقى ليها كده مدخل، أو بنحاول إن احنا نتعامل معاها بشكل أو بآخر يعني. إلا الشخصية اللي هي ما بتتكلمش كتير، بالنسبة لي من أوحش أنواع الشخصيات اللي ممكن أتعامل معاهم، لأني ما ببقاش فاهم هو مبسوط، هو زعلان، هو عنده مشكلة، هي الأمور تمام. شخصية كده حتى كمان ما بتبقاش مسلية يعني، تحس ملوش وجود. حتى مثلا لو في موقف بيضحك أو حاجة، تلاقيه ابتسم كده ابتسامة صغيرة، يعني الحاجة الناس كلها قاعدة بتضحك، هو ابتسم كده ابتسامة صغيرة. تحس ان الموضوع صعب قوي في التعامل معاه. وبعدين شخص ملوش ونس، يعني ما تم يعني مش هتتونس بيه، ما هو ما بيتكلمش، فاهم انت ازاي؟ وتنسى كمان نبرة صوته. يعني انا وانا بتكلم دلوقتي في شخص كده جه في بالي، انا يمكن فعلا نبرة صوته مش عارفها، يعني من كتر ما هو شخص ما بيتكلمش كتير. وطبعا ده بيعمل مشكلة، لانه الف ب بيزنس، الف ب حياة، هو الكوميونيكيشن او الاتصال والتواصل مع الناس يعني. ده عشان تنجح لازم يكون عندك القدرة والمعرفة بالتواصل مع الناس، وتستخدم البادي لانجوج او لغة الجسد بتاعتك. الناس اللي شغالة في مجال سيلز المبيعات او في مجال البي ار العلاقات العامة، لازم يكون بيعرف يتواصل ويتكلم ويحتك بالناس. كونك بقى شخص صامت او ما بتتكلمش او قليل الكلام، فانت نجاحك بيبقى في خطر يعني. ف الشخصية اللي هي الهادية والساكتة دي بتبقى متعبة قوي في التعامل بصراحة.